نشكرهم على جهودهم في إخلاء الطلبة من فلسطين بالذات قطاع غزة من السودان إلى الجزائر، ووصفتهم بالجزائريين. يوم بعد يوم بيثبتوا لنا الجزائريين شعبا وقيادة نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، مش قولا وكمان فعلا. ايش نقول وايش نتكلم يا اهل الجزائر؟ المواصلة بكت والفلسطينيين بكوا واحنا بكينا، كل اهل فلسطين بكوا بمواقفكم الرجولية في الوقت اللي الكل تخلى عنا وتخلى عن ابناء فلسطين، الا انه الجزائر رفضت ان تتخلى عن ابناء فلسطين في السودان، وايضا قامت بنقلهم الى ارض الشهداء، الى ارض الشهداء الجزائر. استهدوا الجزائر وعظمة الجزائر اللي عملته لفلسطين. نوصل رسالتنا للناس اللي بتقول ان الجزائر فقط شعارات وليس بلد على الواقع، بدنا نفاجئهم اليوم على ارض الواقع وليس على المواقع. الجزائر بلد الشهداء، البلد اللي بقول على ارض الواقع وليس على المواقع. ولك يسعدكم يا اهل الجزائر، انتم اليوم وقفتم وقوف وقفة رجولة، وهذا ليس بجديد على الجزائر. اليوم الفلسطينيين بكوا وكل الفلسطينيات بكوا، كل اهل فلسطين بكوا على مواقفكم الرجولية اللي بتعملوها مع فلسطين ومع اهل فلسطين. عم فلسطين لا تستطيع ان تقوم بنقل طلابها او بنقل الفلسطينيين الموجودين في السودان بسبب انه فلسطين محتلة وليس لها طيران. فلسطين ليس لها طيران، لذلك تركوا وحدهم. ولكن عندما ضاقت بهم الارض فالفلسطينيين انتقلوا الى السفارة الجزائرية في السودان، والسفارة الجزائرية احتضنتهم واعتبرتهم كأنهم مواطنين، كأنهم مواطنين جزائريين. والله العظيم نفتخر بكم، نفتخر بكم يا أهل الجزائر، أنتم أحبابنا وقلبنا. وهذا الكلام نحكيه مش مجاملة ولا على أنه الجزائر نقلت الفلسطينيين، ولكن هذا الحب منذ زمن، منذ الزمن، ونحن نعشق بعض. ننقل لكم طبعا رسالة فلسطينيين كانوا موجودين في موجودين طبعا في السودان، وكيف تم نقلهم، كيف تم نقلهم إلى الجزائر. الله الله عليكم، الله الله عليكم يا الجزائريين، يا فخرنا، يا فخر العرب. خلينا نشاهد هذه الفلسطينيات عندما بكوا ووجهوا كلمة إلى الجزائر وإلى الشعب الجزائري بسبب وقفتهم مع فلسطين. نشكر الجزائر كمان مرة على مجهوداتها شعبا وحكومة. ليش؟ خلوكم معي. نشكرهم على جهودهم في إخلاء الطلبة من فلسطين بالذات قطاع غزة من السودان إلى الجزائر، ووصفتهم بالجزائريين. ومش بس هيك، حتى إنه سفير الجزائر بعد ما أمن على الجزائريين بالباص الأول ركب سعادته وطاقم السفارة كله مع أهله الفلسطينيين مع الطلبة من قطاع غزة اللي انقطع عنهم السبيل وكانوا في منطقة خطرة جدا. مش بس هيك، كمان تحملوا تكاليف الرحلة كلها مع إنها كانت غالية كتير في هذه الظروف لطلبة قطاع غزة. والله مش عارفة شو أحكي غير أجمل تحية فلسطينية معطرة لأهل الجزائر، وعشان ما حدش يلومنا لما نقول لكم إن لم تكن فلسطينيا تمنيت أن أكون جزائريا. يسعد لي إياكم وين ما رحت. يوم بعد يوم بيثبتوا لنا الجزائريين شعبا وقيادة نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، مش قولا وكمان فعلا. سفارة الجزائر بالسودان تستقبل الفلسطينيين الذين لجوا إليها بصفة جزائريين وليس أجانب. ومش بس هيك، أمنوا لهم بوسطة رافقها السفير الجزائري وطاقم السفارة مع الفلسطينيين، عفوا مع الجزائريين، لحتى وصلت على مدينة بورسودان على البحر الأحمر برحلة استغرقت حوالي 20 ساعة. عاشت الجزائر قيادة وشعبا، ونحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. نحن مع الجزائر ظالمة أو مظلومة. جزائرية وحراسة جزائرية وحراسة جزائرية، كأنني مبعوث جزائري مش بس مبعوث فلسطيني. يعني يريد أن يقول للعالم أنه هذا الموفد الفلسطيني اللي اسمه ياسر عرفات مش جاي لوحده، لا، الجزائر وراه قلبا وقالبا. ثم بعد ذلك كما تذكر أرسل قوات، وظلت هذه القوات موجودة حتى حرب 73. وكانت هذه القوات من حسن الحظ انه هذه القوات الجزائرية كانت بجوار القوات الفلسطينية، فقتلنا سويا جنبا الى جنب على قناة السويس
مع إخواننا الجزائريين، ومع مين؟ مع بعض الضباط الذين دربوهم إخواننا الجزائريين. سبحان الله، شوفوا ازاي الصدف والمناسبات الطيبة. الله 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 عليكم يا الجزائريين، الله الله عليكم يا فخنا، يا عزنا يا شعب الجزائر، يا شعب 1.5 مليون شهيد، يا عزنا وفخنا يا شعب الجزائر. كل التحية وكل المحبة لكم من قلب فلسطين، من قلب فلسطين، من قلب مدينة غزة. تحياتي ومحبتي لكم جميعا. قل لي نادي جزائر يا عز بلادي، عشر ريس عز بلادي، حي الله بالجزائر. يطوب الحق اللي نادي جزائر يا عز بلادي، عشر ريس عز بلادي.